بسم الله الرحمن الرحيم. خليني أبدأ معاك بسؤال بسيط. هل عمرك حسيت إنك تعبان من غير سبب واضح؟ مش مكتئب قوي بس مش مرتاح، مش تايه تماما بس مش ثابت، بتنجح أحيانا وبتعمل حاجات صح وبرضه جواك إحساس إن في حاجة مش مظبوطة. احنا هنا علشان نفهم ليه كتير من التعب اللي جوانا مش سببه الظروف، لكن سببه إننا ماشيين في حياتنا من غير نظام واضح للنفس. خليني أعرفك بنفسي بسرعة. أنا إيهاب فارس، اشتغلت سنين طويلة في الإدارة والتسويق والبيع، ومع رحلة تدبر القرآن اكتشفت حاجة فرقت معايا جدا، إن القرآن مش بس بيوجه السلوك، ده بيعمل إعادة ضبط للنفس. أوامر بسيطة بس لما بتتحط في مكانها بترجع النفس لوضعها الطبيعي من غير أي مقاومة. البرنامج ده عبارة عن نقل تجربة اعتمدت فيها على الخبرة اللي ربنا أنعم عليا بيها علشان أقدم نظام عملي تقدر تاخد بيه أوامر رب العالمين وتتحرك بيها في حياتك، مش علشان تقرأ قرآن ولا تحفظه لكن علشان تعيش بيه. احنا متعودين نربط تعبنا بالشغل، الناس، العلاقات والظروف، لكن خليني اقول لك حاجة بوضوح. في ناس ظروفها اصعب وبرضه نفسهم اهدى، وفي ناس حياتهم من بره شكلها مظبوط وجواهم قلق مش مفهوم ليه. علشان النفس لما ما يكونش ليها نظام تمشي عليه بتدخل فيه توتر، تفكير زايد وخوف من اللي جاي. خلينا نرجع بقى خطوة لورا. اي حاجة علشان تشتغل صح لازم يكون ليها نظام ثابت. الكمبيوتر من غير نظام تشغيل بيتحول لحتة حديدة ملهاش لازمة، والشركة مثلا من غير نظام واضح عمرها ما تنمو. طب والإنسان؟ تخيل إن الإنسان هو الوحيد اللي فاكر نفسه ينفع يعيش من غير نظام يحكم تفكيره ومشاعره وردود أفعاله، مع إن غياب النظام ده بيخلي النتيجة دايما تعب وإرهاق داخلي حتى لو كل حاجة شكلها تمام. وهنا السؤال الحقيقي، هل ربنا خلق الإنسان وسابه كده من غير دليل؟ الإجابة واضحة. ربنا سبحانه وتعالى أنزل نظام كامل للنفس، مش للجسم ولا للشكل لكن للنفس اللي بتحرك كل حاجة، والنظام ده هو القرآن. والقرآن مش كتاب معلومات ولا نصوص بنحفظها وخلاص، القرآن نظام، آية بتمهد، توجيه بيفتح باب، وأمر بيبني وعي. علشان كده ربنا قال قد أفلح من زكاها. الناس اللي هتنجح في الامتحان هي اللي هتشتغل على نفسها. يعني النجاح الحقيقي مش جاي من بره ولا من الظروف ولا من الناس، جاي من شغل داخلي خطوة ورا خطوة. وخلينا نكون واضحين، اللي احنا داخلين عليه ده تدريب عملي قائم على أوامر قرآنية واضحة وتطبيق بسيط مع ملاحظة هادية للنفس. ربنا قال إن هو إلا ذكر للعالمين. يعني القرآن مش جاي يضغط عليك ولا يكسرك ولا يغيرك غصب. الذكر يعني ريمايندر، وظيفته لما النفس تسرح يرجعها، لما السلوك يشتغل اوتوماتيك يوقفه، لما الانسان ينسى نفسه يفكره. احنا بس جايين نرجعها للنظام اللي ربنا خلقها عليه. الرحلة دي مش خطوة واحدة وهتخلص، هي تجربة هنمشي فيها على الهادي من خلال أوامر من رب العالمين للإنسان، وهتبقى في صورة تمارين سهلة علشان تعود فيها النفس على تنفيذ أمر ربنا. في التجربة دي انت هتمشي على قدك، والقرآن هو اللي هياخدك خطوة خطوة. وطول ما احنا ماشيين في الرحلة دي مهم تبقى فاهم حاجة أساسية، احنا هناخد أمر واحد من رب العالمين. الأمر ده ممكن يكون آية كاملة وممكن يكون كلمة جوه آية. هنفهم الأمر كويس وبعدين نشتغل عليه بوعي وتركيز. وربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني مجرد انك تمسك امر واحد وتحاول تعيشه بجد، ده وعد من ربنا ان في تغيير هيحصل لك. والخطة سهلة وبسيطة، امر واحد واضح، تمرين بسيط في موقف واحد، ملاحظة هادية لنفسك من غير احكام. مش محتاج في التجربة دي غير حاجة واحدة، تبقى حاضر واعي ومركز. بعد كل تمرين هتلاقي فيه فورم واحد بسيط ينفع لكل التمارين. في اوله مساحة صغيرة تكتب فيها رقم التمرين او الآية علشان تفضل فاكر انت شغال على ايه. اختار تمرين واحد بس واستمر عليه يوم ورا يوم لحد ما يبقى عادة في النفس. غالبا 21 يوم كفاية. تقدر تنزل الفورم من على اللينك في البايو على انستجرام وتيك توك، ولو بتتفرج من يوتيوب هتلاقي لينك التحميل في الوصف تحت. الفورم معمول للتكرار اليومي، هو مجرد أداة تخليك واخد بالك من نفسك وتثبت العادة بهدوء. التجربة دي معمولة للي حابب يشتغل على نفسه بهدوء ويخلي القرآن مش بس كتاب بيتقري لكن نظام حياة بيتعاش. مش مطلوب منك غير انك تكون صادق مع نفسك، ولو حسيت ان الكلام ده لمس حاجة جواك ابدأ أول تمرين وسيب القرآن يشتغل جواك على مهله. أشوفكم في أول تمرين إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.